السلام عليكم. والله عايز افهم حاجة. ليش انتوا مكرزين ليش انتوا مكرزين وزعلانين قوي؟ يعني في توانسة كتير وفي مصريين بيسبوا ويشتموا وبيقولوا مين ده لطفي العبدلي يتجرأ ويتمسخر ويهين مصر ويهين الأستاذ الزعيم عادل إمام. أنا ولا هنت مصر ولا هنت الأستاذ. أنا اعترفت وكل الشعب التونسي بيحب مصر وبيعترف إنكم أم الدنيا، بس أنا قلت بافتخار بلدي تونس ومصر بلدي التاني. بلدي تونس، تونس أبو الدنيا. وكلمة بوها في تونس مش جوزها، لأ. لما نقول على شعب بوها وإنسان بوها شعب جامد، شعب مقاوم، شعب رهيب، شعب حلو، شعب قلبه كبير وقلبه طيب، الشعب اللي عمل الثورة، الشعب اللي عنده اليوم يقدر يتكلم في أي سياسي في الرئيس السبسي. هو على أساس وعلى فكر السبسي ده أقدم من فرعون، ولد قبل الإهرام، قبل خلاص ما تكبروهاش. وبروباجندا وناس خرجت في التلفزيونات وفي الفيسبوك وفي التويتر وفي الفيسبوك. ايه ده؟ والناس مكرزة. ليه مكرزين بقى؟ نحن بنهزر. هاي الكلمة اللي لوش فيها، نحن بنهزر. نحن عندنا انفتاح في المخ، تفدليك تهزيرة والناس مكرزة. ليه؟ انا قلت ايه؟ وليه مش تونس ابو الدنيا؟ مصر ام الدنيا على روسنا. تونس ابو الدنيا يا حبيبي، يا حبايبي، يا غاليين. ليش مكرزين؟ ما تكرزوش. وعندنا توانسة اخدوا موقف كبير، واخدوا وحلوا، فتحوا طحونة وصاروا ينتجوا في الطحين. ويا ريت كان طحينكم فول وطعمية وحمص، طحيننا ازرق. يلا حبايبي متكرزوش. ويا مصر بحبكم واتكلم من جوايا من جوايا حسيلوا صلحوها. ويا استاذ عادل امام، ده انت زعيم. وانا زعيم معناها نحن زعيم في تونس. زعيم عنده اللغة، زعيم يقول حاجة يقول. يلا حبايبي ما تكرزوش، ده انتم مش مكرزين ونحن مش مكرزين. انتم مش زعلانين، نحن مش زعلانين. ببوسكم.